بس الزقه اللي في الاول دي مهمه. مهم ان انت تدوس على نفسك وروح وجرب. هتروح هتلاقي ناس بتصوت وناس بتشيل اوزان رهيبه، شايل وزن قدك مرتين وبيبص لك بصه كده اللي هو يعني ازيكم. طبعا لسه مخلص تمرين وتعبان، وايه كلمتين الاستعطاف بتوع كل مره دول. طيب النهارده هنتكلم عن اول يوم في الجيم، ايه اللي ممكن يوديني الجيم وازاي اكمل، وايه اللي ممكن يشجعني وايه اللي ممكن ما يخلينيش اروح، وازاي احبب نفسي فيه. يعني شويه كلام خفيف كده. برضو ايه دي يعني تجربتي الشخصيه ورأيي الشخصي، يعني هحاول افيدكم لو حد عايز يروح الجيم ومش قادر، او بيروح ومش قادر يكمل. اوكي، يلا بينا. طب اول حاجه نبتدي بيها كده، نحاول نقسم الموضوع نقط. يعني اول نقطه ان انت تروح الجيم، دوس على نفسك وروح. يعني اللي ما بيجربش الحاجه عمره ما هيكتشف هو يحبها ولا لا. فروح وجرب. ايه اللي ممكن يخليني اروح الجيم؟ مليون سبب ممكن. يعني ممكن اكون انا رايح عايز اعمل شيب، عايز عضلاتي تكبر بقى وتبان والكلام ده كله. ممكن اكون انا عايز ازود فتنس، ممكن يكون ضغط من شخص معين عشان اخس. واحدة جوزها بيقول لها روحي الجيم وخسي وبتاع. العكس برضه، ضغط اهل مثلا على حد بيقولوا له روح خس او روح جرب اتمرن، ايا كان مش مهم. يعني في الاخر مش مهم السبب، مهم ان انت تدوس على نفسك وروح وجرب، مش هتخسر حاجة. طيب تاني نصيحة ايه؟ ان انت تدور على مكان قريب. يعني ما تبقاش انت متقدر او نفسك تجرب ومكسل او مش لاقي وقت وتروح تروح لي جيم في اخر الدنيا عشان واحد صاحبك مثلا بيروح. يا عم روح الاول مكان قريب منك. حاول تشوف مكان قريب منك كده يشجعك. لو تروح الصبح قبل الشغل، تخلص شغل وتطلع عليه قبل الغداء، تروح بالليل. سهل على نفسك في الاول. يعني في الاول مش لازم تكمل فيه على طول، بس الزقه اللي في الاول دي مهمه. طيب تالت حاجه، انت رحت الجيم تمام، مالكش دعوه بحد خالص. افصل. انت رايح مع نفسك كده عشان تعود نفسك على الجيم، عشان توصل لغرض معين، عشان تبني جسم، عشان تتحرك، عشان تنبسط، اي حاجه. مالكش دعوه بحد خالص. هتروح هتلاقي ناس بتصوت وناس بتشيل اوزان رهيبه وبنات بتلعب وبتتصور بص هتلاقي الدنيا كلها هناك. خلاص. حد يجي مثلا يجي يقول لك، مش مدرب يعني، بتكلم على حد انا مش مدرب، في اول يوم يا عم تلاقي واحد بيبص لك بصه غريبه مثلا، اللي هو انت داخل مش فاهم يعني تعمل ايه، مش فاهم الجهاز ده بيشتغل ازاي. هتلاقي ناس بتلقح بالكلام، حد بيتريق. تلاقي واحد اصغر منك مثلا شايل وزن قدك مرتين وبيبص لك بصه كده اللي هو يعني انت راجل تعبان. كل الحاجات دي تحبطك، تخليك ما تروحش تاني. فكك خالص، انسى خالص، حط في ودنك سماعه، اسمع اي حاجه، افصل عن العالم الخارجي اللي في الجيم، وابتدي شوف انت رايح تعمل ايه وابتدي اعمله. مالكش دعوه بحد خالص، انسى خالص اللي حواليك. طيب النقطه اللي بعد كده، حاول تدور على مدرب شاطر. طيب اعرفه ازاي يا عم؟ انا اول مره اروح جيم واول مره اتمرن. اول حاجه لازم تحس ان هو شغوف كده، ان هو عايز يساعدك بجد. مش لو تروح تساله اعمل ايه يقول لك اروح سخن، يعني اطلع يا عم 10 دقايق على التريد ميل وانزل اعمل ده، كل اي كلام. ده كده مش عايز اصلا يساعد، ده ما مش فاضي. دور على واحد يكون رايق وتحس ان هو حابب الموضوع ده. لو في ناس اون فلور، يعني مش بقول لك روح تتمرن برايفت مع حد، انت لسه بتبتدي. شوف حد اون فلور كده يكون رايق كده وعايز يساعد، اللي هو تروح تساله يقول لك خلي بالك من كذا، اعمل كذا. طب انت اول يوم النهارده، طب تعالى نتمرن مثلا تمرينه معينه، تعالى النهارده نسخن بس نعمل شويه ستريتشات كده. ولما تساله كتير ما يقولكش اللي هو عامل كده وخلاص. لا، لو سالته على حاجه يقول لك ده بيعمل كذا، ده بيمرن العضله الفلانيه. طب احنا النهارده هنسخن عشان اول يوم، هنسخن كتير عشان ما نتصابش، هنعمل مش عارف ايه عشان كذا. بياخد ويدي معاك في الكلام. يعني لو واحد شاطر وما بيتكلمش وحالق لك، بقى فكك منه، مش هيفيدك اصلا في الاخر، مش هتطلع بشطارته. واحد عنده معلومات 50% بس فايق وعايز يديك المعلومه، وحاسس ان هو حابب التمرين، حابب الموضوع، هيوصلك لحاجه، امشي وراه، مش تخسر حاجه. بالعكس، ده اللي هيحببك اصلا ويخليك تكمل في الموضوع. النقطه اللي بعد كده، انت اصلا رايح تبتدي ونفسك تكمل وعايز توصل للتارجت بتاعك يعني في الاخر. حاول ما تتصابش. يعني الموضوع ده مهم جدا، حاول ما تتصابش. زي ما بقول لك، هتلاقي انت عندك 20 سنه، هتلاقي واحد عنده 15 سنه شايل وزنك انت شخصيا، ممكن يشيلك يلعب بيك.
ما تسخنش وتعمل فيها جامد وتروح تقوم هوب شايل وزن، باي باي شكرا، مش هتشوف الجيم تاني في حياتك، والاصابه هتقعد. فحاول ما تتصابش، يعني بلاش ايه، يعني تعيش دور عنتر ده اول يوم وتروح وتفرتك نفسك. ده الكلام ده ايا كان سواء ولد او بنت، يعني ما تروحيش تتصابي، ما تروحيش تلاقي بنت بتلعب مثلا لور بادي وشايله اوزان تقوم تسخني، لا ما انا عايز اطلع عضلات زيها، هوب طك تشيلي تلعبي سكوات شكرا. ولا واحده واحده، اي حاجه في الدنيا مسايسه، واحده واحده خالص، ما تستعجلش على اي حاجه. الاوزان هتيجي بس بالراحه، حاول تسخن كتير وتسترتش كتير قوي. اسال مدرب برضو اوكي لو انت يعني مش حد يعني رياضي، ومفيش مشكله، واحده واحده بالتدريج كده. بس اول يوم ده حاول دايما ايه تطلع مش متصاب. اخر حاجه واخر نصيحه واهم نصيحه، دور على الحاجه اللي هتحببك في الجيم وترجعك ليه تاني. انت جنبك كذا جيم، دور على الجيم اللي اجواءه لطيفه، تخش تلاقي موسيقى اللي تحببك في المكان، تلاقي ناس شبهك. انت ممكن تدخل مكان اصلا تلاقي يعني في تغيير دم كتير وفي ناس جديده كتير، فتحس ان انت شبههم، فاوكي تحس ان انت مبسوط. ممكن تدخل جيم تحس ان الاضاءه والديكوريشنز والكلام ده هي اللي بسطاك وهي اللي مريحاك نفسيا، حلو جميل. ممكن تدخل جيم من اول يوم تتعلق بمدرب او تتعلقي بمدربه تحببك في القصه كلها وتحسسك ان الموضوع بسيط وسهل يعني هو اصلا الموضوع مش معقد، بس يعني احنا اللي بنكلكع الدنيا وتحب الموضوع. المهم ان انت ما تبصش على الحاجات السلبيه، بص على الايجابيات بس، عشان لو انبسطت هترجع تاني يوم وتكمل وتتمرن. مالكش دعوه بحد بقى جه قال لك انت يا باشا بتلعب ايه اللي انت بتعمله ده، ولا انت ايه يا عم الوزن ده، روح العب مش عارف ايه. يعني مالكش دعوه باي حد، اي بصه مش لطيفه، اي بتاع، كل السلبيات تركنها على جنب. انت في الاخر رايح عشانك وعشان نفسك وعشان صحتك وعشان انت حاطط تارجت عايز توصل له. افصل عن كل الكلام ده وبص على البوزيتيف سايد، بص على الجانب الايجابي وتمسك بيه، لان هو ده اللي هيخليك تكمل بعد كده. انا ما اتكلمتش في جانب علمي او يعني التكنيكس ازاي، انا كل اللي بقوله بس ازاي تبتدي اول يوم جيم، وايه النصايح اللي ممكن تعملها في اول يوم عشان ما يبقاش اخر يوم، وتكمل على طول في رياضه سواء جيم او غير جيم. انا احمد صالح من ريبتايل فيتنس، ولو عجبكم الكلام ده يا ريت تعملوا فولو سبسكرايب.